لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر. هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم المبارك. اتقوا الله في مصر. أيها الأحبة في الله، حب الوطن المسلم من الإيمان. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين فارق وطنه مكة مهاجرا إلى الله عز وجل، يومها أيها الكرام وقف على مشارف مكة مودعا وراح يقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. أيها الكرام، يعلن النبي صلى الله عليه وسلم حبه الكبير لبلده ووطنه مكة، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل يحب هذه البلد، إلا لأنه وطن يحبه الله. فإذا كان الوطن مسلما يحيا حياة الإيمان، فواجب على أهل هذا البلد أن يحبوه، بل وأن يفدوه بأرواحهم وأبدانهم إذا احتاج الأمر إلى ذلك. حب الوطن المسلم من الإيمان. لذا أيها الكرام، كان الحديث اليوم عن مصر. اتقوا الله في مصر. كثير منا لا يعرف قدر مصر، ولا يعرف قيمة مصر، ولا يعرف مكانة مصر في دين الله عز وجل. كثير منا لا يعرف مكانة هذا الوطن المسلم عند الله عز وجل. كثير منا لم يقف على مكانة مصر في القرآن والسنة. كثير منا لم يعرف الأحداث العظام التي وقعت على تراب هذا الوطن الغالي مصر. فتعالوا أيها الكرام لنعرف مكانة مصر في القرآن والأحداث العظيمة التي وقعت على تراب هذا الوطن، لنقول في النهاية: اتقوا الله في مصر وابدأوا العمل لا العصيان. مصر أيها الكرام في القرآن ذكرت أكثر من 30 مرة، ذكرت في أكثر من 30 موضعا من القرآن. أتعرف ذلك؟ ذكرت صراحة باسمها في 5 مواضع، وذكرت بالقرائن والتعريض في أكثر من 20 موضعا. حين جاء الحديث عن يوسف عليه السلام، وحين كان الحديث عن موسى وهارون عليهما السلام،
يأتي ذكر مصر. حين يأتي الحديث عن موسى وأمه يكون ذكر مصر إما صراحة وإما بالقرائن، فهذه مصر تذكر 5 مرات صراحة. قال الله عز وجل: أليس لي ملك مصر، على لسان فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال الله عز وجل ذاكرا مصر صراحة: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، من مصر، يذكر الله اسمها في كتابه صراحة: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، على لسان يوسف. يقول الله عز وجل ذاكرا اسمها: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. قال الله عز وجل: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، على قول لأهل العلم أنها مصر. هذا صراحة في 5 مواضع. أما تعريضا وبالقرائن فقد ذكرها الله عز وجل في أكثر من 20 موضعا، إما بلفظ المدينة وإما بلفظ الأرض، والمقصود منهما مصر، كما في قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها. وقال نسوة في المدينة أي في مصر. قال الله: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. أي مدينة؟ مصر. قال الله تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي في مصر. وقال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. المدينة هنا مصر، كما ذكرها الله تعالى بلفظ الأرض، والمقصود أيضا بها مصر، كما في قوله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إن الأرض هنا هي مصر كما قال المفسرون. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، أي في مصر، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. انظر، قال الله تعالى عن يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض. ومعلوم أن يوسف كان وزيرا على خزائن مصر، وليست الأرض كلها، بل الأرض هنا مصر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي في مصر. وهكذا أيها الكرام أكثر من 20 موضعا تعريضا، وفي 5 مواضع صراحة. ألا يدل ذلك أيها الكرام على عظمة هذا البلد الكريم وعظمة أهله عند الله تعالى؟ ألا يدل ذلك على شرف هذا الوطن عند الله عز وجل؟ لازلنا نذكر اسم صحابي واحد ذكر في القرآن، ويتشرف الناس بالتسمي باسمه، يتشرف الناس بالتسمي بأسماء الأنبياء، لأن الله ذكرهم وشرفهم وكرمهم. كذا الأوطان تشرف بذكرها في كتاب الله عز وجل. فمصر لها مكانة عظيمة في دين الله تعالى، وحبها من الإيمان. مصر أيضا أيها الأحبة بلاد مباركة، وليس هذا قولي لأني مصري، بل هذا شهادة من الله عز وجل في كتابه. قال الله تعالى عن مصر: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال القرطبي: مشارق الأرض ومغاربها الشام ومصر، فهي أرض مباركة. بل
وهي أيضا أيها الكرام مباركة لأنها أرض دخلها الأنبياء أو مروا بها. دخلها إدريس عليه السلام، دخلها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، دخلها يعقوب، دخلها لوط، دخلها يوسف وإخوته عليهم جميعا الصلاة والسلام. عاش على أرضها موسى وهارون، ودخلها يوشع بن نون، ودخلها عيسى وأمه عليهما السلام. ألا تكون أرضا مباركة بعد أن مست ترابها أقدام الأنبياء، أقدام الأطهار الأبرار؟ ألا تكون أرضا مباركة حين ذكرها الله عز وجل في كتابه بلفظ التقديس؟ فهي أرض مقدسة. قيل قول الله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. في قول لأهل العلم هي أرض مصر، ولم لا؟ وعلى أرضها جبل الطور، البقعة المباركة التي كلم الله عليها أو عندها موسى عليه السلام. فيها جبل الطور الذي أقسم الله عز وجل به فقال: وطور سينين. ولا شك أن القسم من الله عز وجل بشيء تعظيم وتشريف لهذا الشيء. أقسم الله ببقعة في مصر ألا وهي جبل الطور. مصر أيها الكرام هي الربوة ذات قرار ومعين التي أوى إليها عيسى عليه السلام وأمه. قال الله تعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أي ذات أنهار ظاهرة وباطنة. هذه الأرض أرض مرتفعة يمر الماء تحتها أو حواليها، مستوي أعلاها. هذه هي البقعة التي تسمى ربوة، ولا توجد إلا في مصر. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. مصر فيها نهر من أنهار الجنة الأربعة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري وعرج به صلى الله عليه وسلم. قال: أنهار أربعة من أنهار الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان. أما الظاهران فالنيل والفرات. بالله عليكم، أرض يسقي ترابها نهر من الجنة، ألا تكون أرضا مباركة؟ أرض يشرب أهلها من ماء من الجنة، ألا تكون أرضا مباركة؟ ألا تعرف قيمة مصر؟ مصر يجري في أرضها نهر من الجنة. عجب حين رآه عمرو، وعجب حين سمع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا زال النيل يجري، وسيجري إلى الأبد إن شاء الله رب العالمين، لأنه من أنهار الجنة. مصر أرض مباركة لأنها عاش على أرضها أم إسماعيل عليه السلام، هاجر، التي أهداها إليه إلى إبراهيم حاكم مصر. أم إسماعيل تربت على هذه الأرض وشربت من مياه هذا النهر. على أرضها عاشت أم موسى عليها وعليه السلام، أم موسى التي أوحى الله عز وجل إليها أن تضع ولدها الصغير عليه السلام في التابوت لتقذفه في اليم لينجيه الله عز وجل من فرعون وبطشه. على هذه الأرض عاشت امرأة فرعون، آسية امرأة فرعون، التي شهد الله عز وجل لها وشهد القرآن لها بالإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وهكذا أيها الكرام عاش على أرض مصر ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهلها خيرا لأن لهم صهرا ونسبا. مصر
أرض مباركة، لأن على أرضها وقعت أحداث جسام، أحداث عظيمة شهد بها التاريخ ورددها القرآن. على أرضها تولى يوسف عليه السلام وزارة مصر، صار عزيز مصر وتقلد خزائن مصر. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فكان وزيرا لمصر ردحا من الزمان على أرض مصر. نصر الله عز وجل كليمه موسى عليه السلام على فرعون وجنده، على فرعون وهامان وجنودهما. نصر الله عز وجل موسى فصار مثلا ونموذجا يضرب لكل مؤمن يضطهد ويظلم فوق أي أرض أن الله عز وجل ناصره ولو بعد حين. على أرض مصر ضرب سحرة فرعون أروع النماذج والأمثلة في الثبات على الحق حين عرفوا الحق وعرفوا صدق موسى عليه السلام، فخروا ساجدين لله رب العالمين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هددهم فرعون فما رجعوا، قالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. آمنوا بالله رب العالمين فصاروا قدوة للثبات على الحق فوق أي أرض وتحت أي سماء. على أرضها جاء عمرو بن العاص المبشر بالجنة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليفتح هذه الأرض المباركة. على أرضها مشى الصحابة رضي الله عنهم. على أرضها جاء الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حصن بابليون حين استعصى فتحه على الصحابة. يومها قال ضعوا لي السلم على حائط الحصن، ووضعه الزبير وقال إذا سمعتم تكبيري فكبروا جميعا. وصعد الزبير فوق سور حائط بابليون ورفع صوته بالتكبير، فكبر الصحابة جميعا خارج الحصن، فظن القبط ظنوا أن العرب قد دخلوا وقد فتحوا الحصن فهربوا، فنزل إلى باب الحصن وفتحه ودخل جند الله عز وجل وفتحوا مصر بالإسلام، ولا زالت مصر تنعم بنعمة الله عز وجل عليها. على أرض مصر أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى عمرو بن العاص حاكم مصر أن أرسل إلينا مددا ومعونة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل عمر إلى عمرو في مصر أن أرسل إلينا من مصر معونة ومؤونة. فقام عمرو رضي الله عنه على المنبر ودعا أهل الكرم ودعا أهل الجود ودعا أهل العطاء أهل مصر أن ينفقوا، فاجتمع عنده زاد وطعام ولباس وشراب، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب في المدينة ومعه رسالة يقول فيها يا أمير المؤمنين لقد أرسل أهل مصر إلى أهل المدينة زادا وقافلة أولها عندك وآخرها عندنا فالله أكبر. هذه مصر. يحيى بن سعيد يقول عن مصر والله لقد تجولت في البلدان فما رأيت أورع من الورع والتقى، أورع من أهل الشام وأهل مصر. وفي رواية من أهل المدينة وأهل مصر، فهي بلد الورع وبلد التقى. يقول كعب الأحبار الذي قرأ التوراة والإنجيل ثم أسلم يقول لولا أنني أحب العيش في الشام لرغبت أن أعيش في مصر. قيل لما يا أبا إسحاق؟ قال لأنهم قوم في عافية ما قصدهم جبار إلا قسمه الله. وأخيرا أيها الكرام،
تابوت موسى لا تزال جلالة تبدو عليك له وريا تنشق، وجمال يوسف لا يزال لواؤه حوليك في أفق الجلال يرنق، ودموع إخوته رسائل توبة مسطورهن بشاطئيك منمق، وصلاة مريم فوق زرعك لم يزل يزكو لذكراها النبات الغيدق، فاتقوا الله في مصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق الجميل. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، وأخيرا اتقوا الله في مصر. أيها الكرام، هذه دعوة تتردد من بعض الشباب في هذه الأيام، دعوة إلى الخراب والتدمير، دعوة إلى العصيان العام أو إلى الإضراب العام، دعوة إلى توقف عجلة العمل، دعوة إلى حرق مصر. هذه الدعوة أيها الكرام قام بها بعض الشباب، بعضهم مغرر به، وبعضهم يفهم الواقع فهما خاطئا، وبعضهم لا نطعن في نيته، والآخرون من ورائهم نياتهم حرق مصر. فلينتبه المسلم اليوم، ولينتبه أهل مصر إلى هذه المؤامرة الخطيرة. فالوقت وقت عمل، الوقت وقت بناء لا وقت تدمير، الوقت وقت طاعة لله رب العالمين لا عصيان ولا تخريب. فالدعوة يجب أن تكون دعوة للعمل لا دعوة لترك العمل. ذكرت بالخطبة السابقة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين قدم إلى المدينة، هذا المجتمع المسلم الناشئ حديثا الذي يشبه مجتمعنا اليوم مجتمع أهل المدينة، كانت قولته عنوانا لكل مجتمع ناشئ: دلني على السوق، دلني على العمل، دلني على الجد والاجتهاد، لا دلني على العصيان والتخريب والتدمير، دلني على العمل. كانت أول كلمات نبي الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة كما يذكر الصحابة رضي الله عنهم، كان من أول كلماته حين قدم المدينة صلى الله عليه وسلم أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. كانت دعوة إلى تعمير حياتهم ومجتمعهم بالأخلاق الطيبة، بالأعمال الصالحة، برضاء الله عز وجل، لا بالعصيان ولا بالتخريب، بل بإطعام الطعام وإفشاء السلام وإرضاء الله رب العالمين بالصلاة بالليل والناس نيام. أيها الكرام، نجدد هذه الدعوة من جديد، الدعوة إلى العمل، الدعوة إلى السلام. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، فوالله بعد ذلك لا يكون إلا تعمير مصر من جديد، لا يكون إلا حسن الدنيا والآخرة، لا يكون إلا جنة الله عز وجل في الأرض وفي الآخرة. وأخيرا أيها الكرام، هذه قصة رجل يسمى أبو الصناعة في اليابان. هذا الرجل الذي ذهب إلى ألمانيا لا لشيء إلا لينال درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية والمحركات،
ولم تكن اليابان يومها في سنة 45 لم تكن تعرف المحركات والصناعة، بل وكان بعد الحرب العالمية الثانية يجرم عليهم أن يدخلوا هذا المجال ويحرم عليهم أن يصنعوا الأسلحة. ذهب هذا الشاب إلى ألمانيا، وهناك راح يتعلم هذه الهندسة ويدرس المحركات نظريا، وأبعدوا عنه الدراسة العملية، فتعمد أن يذهب إلى إحدى المصانع ليتعلم هناك ويرى بعينيه كيف يركب المحرك والموتور. هناك أيها الكرام عرف كيف يفك المحرك وكيف يركبه، فاشترى براتبه محركا وراح يفكه قطعة قطعة ويركب كل قطعة، ثم راح يجمعه من جديد وشغله فاشتغل. فكانت سعادته لا توصف، لا لشيء إلا لأنه يرغب في أن يعود إلى اليابان بمحرك يصنع صناعة يابانية خالصة. يومها أيها الكرام عمل مع عمال الصلب والحديد وترك الدكتوراه، ظل 8 سنوات يعمل عاملا في مصانع الحديد والصلب، يخدم العمال ويتعلم منهم. ثم لما عزم على أن يعود أرسل إليه حاكم اليابان 5000 لا لشيء إلا جائزة له. يومها اشترى بها محركا وعاد به إلى اليابان، فأرسل إليه حاكمها ليزوره فأبى حتى يبني مصنعا كاملا على أرض اليابان. يومها ظل 9 سنوات يبني هذا المصنع حتى أنتج محركا وموتورا يابانيا خالصا ليس فيه قطعة مستوردة، وحمله وذهب به إلى حاكم اليابان، وفي قصره شغل المحرك فدار، فراح الحاكم يقول: هذا الصوت أعذب موسيقى سمعتها في حياتي. وخدم هذا الرجل بلده خدمة صنعت اليابان الذي نراه اليوم، الذي اقتحم أسواق أمريكا وأوروبا كلها. هذا الرجل أيها الكرام لم يكن أمامه يومها هدفا إلا حب اليابان وخدمة وطنه. أما نحن أيها الكرام حين نخدم مصر نخدمها لهذه الأهمية التي ذكرناها، نخدمها لأنها وطن مسلم أحبه الله وذكره في كتابه، ومشى على أرضها الأنبياء والصحابة. نخدمه لأنه وطن مسلم يخدم دين الله عز وجل. أفلا ندعو إلى العمل بدلا من أن ندعو إلى العصيان؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي وأن تسلم على حبيب قلوبنا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل مصر بلدنا واحة للأمن والأمان، واحة للعمران يا رب العالمين. اللهم رد كيد المعتدين، اللهم رد كيد من أراد مصر وبلاد الإسلام بشر يا رب العالمين. اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.